سامح مش اول مره، سامح من المخرجين المهمين جدا جدا و... ومحتاج محتاج يتعمل له الشغل بتاعه صح، زي ما هيحصل النهارده في قلب الفيلم ده. الوسط الفني كله النهارده بيودع واحد من أنجح وأهم المخرجين، المخرج سامح عبد العزيز، في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. الخبر نزل صدمة على الكل. المخرج الكبير سامح عبد العزيز اتوفى النهارده 10 يوليو عام 2025 بعد ما مر بوعكة صحية شديدة دخل بسببها المستشفى، وكان في حالة حرجة في العناية المركزة. مصادر قريبة من العيلة قالت إن الوفاة كانت بسبب عدوى شديدة في الدم عملت خلل كبير في أجهزة جسمه، وده تسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر بطريقة خطيرة. ومع ان الاطباء حاولوا ينقذوه لكن للاسف ما قدروش. ومن اشهر اعمال المخرج سامح عبد العزيز السينمائيه فيلم كباريه والفرح والليله الكبيره وحلاوه روح وتتح وابو شنب وتماسيح النيل، واخر افلامه كانت دشاش مع الفنان محمد سعد. ومن المسلسلات اللي ابدع فيها كمخرج رمضان كريم الجزء الاول والتاني وخيانه عهد وحرب اهليه وانا وهي وزي الشمس وارض النفاق. أما عن حياته الشخصية فكانت مليانة محطات مثيرة. المخرج سامح عبد العزيز اتجوز 3 مرات. أول مرة كانت من الإعلامية داليا فرج وأنجب منها 3 أولاد. بعد كده اتجوز الفنانة روبي سنة 2014 بعد قصة حب اتكلم عنها الوسط الفني كله وقتها. العلاقة ما استمرتش طويل، ورغم انهم حاولوا يحافظوا عليها لكن المشاكل زادت وروبي رفعت عليه قضية خلع وانفصلوا رسميا سنة 2017. ومن الزواج ده أنجب بنت وسماها طيبة واللي كان بيحبها جدا ودايما بيتكلم عنها في كل حوار. وفي سنة 2021 أعلن خطوبته على الفنانة نانسي صلاح، لكن الخطوبة ما استمرتش فترة طويلة وانفصلوا في هدوء. الجنازة هتكون النهاردة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان من أوائل اللي أعلنوا الخبر نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي. سامح عبد العزيز مش بس كان مخرج ناجح، ده كان بيقدم فن فيه إنسانية، فيه قصة وفيه وجع، فيه ضحك. أعماله كانت دايما بتلمس قلوب الناس.